في العادي على القناة هنا أغلب الأجهزة اللي بنرشحها بتبقى أجهزة مستعملة، عشان أنا وجهة نظري دايما بتقول إن المستعمل طالما هتجيب من مكان كويس ومضمون فهو هيديك قيمة أعلى مقابل السعر اللي هتدفعه من الجهاز الجديد. ولكن مؤخرا كنت بدور أنا وواحد صاحبي على جهاز يكون أقل من 18 17 ألف جنيه، ولكن يكون بيلبي احتياجات معينة عنده. الجهاز ده نازل في شهر مارس السنة اللي فاتت بس، وموجود منه جديد طبعا مش بشكل رسمي من اوبو مصر، ومش هتحتاج بقى تتشيك وتعمل الكلام الغريب بتاع المستعمل ده بما ان الجهاز جديد. وبدون كلام اكتر من كده خلينا ندخل في مراجعة الجهاز اللي ما كنتش اعرف انه موجود في مصر، وما كنتش اعرف انه بيدي القيمة المرعبة مقابل السعر اللي بتدفعه فيه. السلام عليكم، ازيك يا غالي؟ الاخبار معك احمد صدومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتتابعني على حساباتي على السوشيال ميديا، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. ولو حبيت تشتري حاجه من على نون مصر، الامارات، السعوديه، سيب لك اكواد خصم تظهر قدامك دلوقتي على الشاشه، بتدي خصومات صايعه جدا، وكمان ممكن تخلي الشحن مجاني. ومهما مرت بينا الايام والظروف وانشغلنا مش هننسى ابدا ندعي لاهالينا واخواتنا في غزه وفلسطين، ربنا يخرجهم من اللي هم فيه على خير وينصرهم على الظالمين. سعر الاوبو فايند اكس 5 مش هقوله لك دلوقتي، هقوله لك في اخر الفيديو بعد ما تسمع الحاجات والقيمه العاليه اللي هو بيديها لك مقابل السعر اللي هتدفعه في اخر الفيديو. خلينا اول حاجه نتكلم عن التصميم. سلسله الفايند اكس عامه تصميمها دايما هتلاقيه غير مألوف لعينك كده، والاوبو فايند اكس 5 واحد من ضمن هذه التصاميم. الكاميرا من ورا شكلها غريب كده نوعا ما، مش مألوف على العين خالص، ولو جيت تمشي ايدك على الظهر جنب الكاميرا كده هتلاقي الظهر طالع مع الكاميرا عشان يساوي البروز بتاعها، يعني الظهر مش مستوي والكاميرا طالعه كده من الظهر زي الخازوق، لا، تلاقي الظهر طالع معاها كده، شكله في منتهى الشياكه. وكمان الظهر ده ازاز من نوع كورنينج جوريلا جلاس فيكتس عالي الحمايه، وهكذا طبقه الحمايه اللي على الشاشه. فريم من الالومنيوم اللامع. وزن الجهاز ممتاز جدا 196 جرام. ومسكه الجهاز ده في الايد عشان شاشته مش ضخمه، هي 6.5 بوصه او 6.55، يعني مسكته في ايدك مش طبيعيه بجد. انا بعشق مسكه اجهزه بي بي كي، شركه بي بي كي اللي بيقع تحتها اوبو وون بلس وفيفو وريلمي. الحجم ده مثالي تقريبا 6.5 بوصه، مع الخامات اللي موجوده في الفايند اكس 5 هتستمتع جدا جدا باستخدامك للجهاز ده، وتقريبا اي حد يقدر يستخدم الجهاز ده بايد واحده. خلينا نتكلم عن الشاشه. بتيجي بمقاس 6.5 بوصه زي ما قلنا، من نوع اموليد بتردد 120 هرتز، طبعا بتدعم مليار لون، بكثافه بكسلات جيده جدا 402 بكسل لكل انش، بمستوى سطوع بيوصل ل 1000 نتس. الشاشه في الاستخدام اليومي جيده جدا، التكست هتلاقيه واضح وكل حاجه الوانها لطيفه وظريفه جدا، ولكن عيبها الوحيد في الاستخدام اليومي هيكون تحت الشمس. هي مش بشعه، اضاءات الشاشه دي اعلى من اجهزه زي الايفون اكس اس ماكس والايفون 11، ولكن الرقم ده حاليا مش اقوى حاجه. هو اي نعم انت مش هتقعد تغطي عليها كده وانت تحت الشمس، ولكنها مش هتبقى اوضح حاجه في الدنيا، فاهم؟ وبعيدا عن تحت الشمس وتحت الاضاءه القويه، في مشاهده المحتوى هتديك الوان جيده جدا. الشاشه الحواف بتاعتها مش كبيره اطلاقا، تقريبا الشاشه بتستحوذ على ما يقارب 90% من واجهه الجهاز، مع بانش هول صغنونه كده مرميه على يمين الشاشه من فوق. تاخد تجربه لطيفه جدا جدا، مش هتلاحظ ابدا اي قصور في الشاشه دي طول ما انت اندور، وحتى زي ما قلت لك لو خرجت اوت دور مش هتبقى مغطي عليها، هتبقى مش احسن حاجه فقط لا غير. ده غير ان هي كمان بتدعم تقنيه ال HDR 10 بلس، فالمحتويات اللي موجوده على يوتيوب او نتفليكس او ما الى ذلك او اي منصه بتدعم يعني تشغيل محتوى ال HDR 10 بلس، الشاشه دي هتكون شغاله معاك مفيش اي مشاكل. ده غير ان ابعادها وصغر حجمها هم اللي بيساعدوا في ان مسكه الجهاز تبقى ممتازه زي الموبايل. فالشاشه هنا مش اقوى حاجه على الاطلاق، ولكنها ستيل تقع في خانه الجيده جدا جدا. ولو جينا بقى نتكلم عن الاداء، فهنا تحضر النقطه المهمه جدا جدا جدا. ليه؟ لان الاوبو فايند اكس 5 بيجي بالمعالج الاقرب لقلبي تقريبا، الا وهو السناب دراجون 888. بيجي مع مساحات مختلفه من الرام 8 جيجا او 12 جيجا، وكمان بيجي بمساحات تخزين مختلفه. 128 ده بيجي 8 جيجا بايت رام بس معاه، وال 256 بيجي معاه يا اما 8 يا اما 12. ال 8 جيجا ممكن ما يكونوش اقوى حاجه حاليا، لو 12 يبقى افضل طبعا،
ولكن حتى لو وقفنا على ال 8 جيجا بايت رام فالاداء هيكون كالتالي. الكلام اللي احنا قلناه ده مع ذاكره التخزين اليو اف اس 3.1 هي طبعا مش اسرع حاجه في الكوكب ولكنها ستيل سريعه جدا، مع دعم الجهاز طبعا للاندرويد 13 مع اخر واجهه كالر او اس اللي هي واجهه خفيفه وممتازه والانيميشنز بتاعتها سلسه ولطيفه. الكوليكشن ده في الاخر هيديك اداء اقل ما يقال عنه ان هو ممتاز. السناب دراجون 888 انا ما استخدمتوش في جهاز غير الاس 21 الترا اللي هو بيجي بواجهه سامسونج ال1 يو اي اللي هي اتقل من واجهه اوبو الكالر او اس، والجهاز كان مديني كل اللي انا عايزه. ولو عايز تعرف اكتر عن الاس 21 الترا هسيبه لك هنا في الاي اللي فوق. سيبك الفيديو كان فيديو جميل جدا، والجهاز ده من احلى الاجهزه اللي انا جربتها في حياتي. فالفايند اكس 5 بيديك اداء يمكن مستقر اكتر ولو بحاجات بسيطه من الاس 21 الترا اللي هو اداؤه ممتاز اصلا. بدايه من الاستخدامات اليوميه العاديه خالص والسوشيال ميديا والمروح والمجي والتنقل في الموبايل والكلام ده مش هتلاحظ معاه اي جلitchات اي تقطيعات، ما فيهوش اي مشاكل اطلاقا. لغايه الالعاب اللي لعبه زي ببجي بتدعم ال 90 فريم مع الجرافيكس السموث. طبعا ال 90 فريم دول مش هيفضلوا شغالين معاك طول السيشن بتاعت الجيم اللي انت قاعدها، ولكن ستيل هتقدر تلعب 90 فريم على الجهاز ده، ولو لعبت 60 فريم تاخد اداء قمه 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 في السلاسه وفي الاستقرار، وتقريبا مش هتلاحظ اي جليتش مع الجهاز ده طول ما انت بتلعب وطول ما انت بتستخدم الجهاز في الامور اليوميه العاديه. مش هيبدا ينتش او يقطع معاك حاجات غريبه كده ممكن تظهر الا اذا لودت عليه بقى وحملت عليه بشكل مش طبيعي، شغلت بقى 30,000 تطبيق في الخلفيه وشغلت تطبيق مونتاج مثلا او حاجه ولعبه في الباك جراوند بتاعك، ساعتها الجهاز ممكن يبدا ينتش معاك كده وبيقول لك فضيه الرام او ما الى ذلك، خاصه لو نسخه ال 8 جيجا بايت رام، لان هي النسخه اللي موجوده واللي بينطبق عليها السعر اللي هنقوله. ولكن ما دون ذلك الاستخدامات الطبيعيه بتاعت البشر العاديين، الجهاز بصراحه الاداء بتاعه في 2023 وفي 2024 ياخد 10 من 10 وما واجهتش معاه اي مشاكل اطلاقا. فركز على النقطه دي لان دي عضله من ضمن العضلات الاساسيه اللي موجوده في الاوبو فايند اكس 5. وبالنسبه لبصمه الاوبو فايند اكس 5 فهي بصمه اوبتيكال موجوده تحت الشاشه، اداء ممتاز جدا بصراحه. ولو جينا نتكلم عن الكاميرات ففي تعاون هنا ما بين اوبو وهاسلبلاد شركه الكاميرات المشهوره عشان يعملوا كالر كوريكشن وحاجات كده في الصور اللي بتخرج من الاوبو فايند اكس 5 اللي بيجيب 3 كاميرات. كاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8 وبتدعم التثبيت البصري للصوره. كاميرا الثانيه 13 ميجا بكسل اف 2.4 ودي كاميرا التليفوتو اللي بتديك بعد بؤري يقدر ب 2x او 52 مللي، والكاميرا دي غير مثبته بصريا للاسف. الكاميرا الثالثه هي 50 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.2 ودي كاميرا الالترا وايد وتصوير الماكرو، والجهاز بيصور 4K لغايه 60 فريم في الثانيه داعم لل 10 بت HDR فيديو. التصوير هنا مش من ضمن نقاط القوه عند الجهاز عشان اكون صريح معاك. واستنى ما تستعجلش تقفل الفيديو تقول ايه القرف ده والجهاز بيدي قيمه ومش قيمه وبتاع. الجهاز ده في الاضاءه الكويسه هيديك صور ممتازه جدا جدا و HDR كويس جدا. الجهاز هنا بيحاول يعالج المواقف الصعبه في الصور على قد ما بيقدر، في الاخر بيديك نتيجه لطيفه جدا. والسكين تونز بتاعت البشر كمان لطيفه ومفيش اي مشكله والدنيا حلوه، يعني لغايه ما بنوصل لمرحله معينه كده من الاضاءه. لما الاضاءه بتبدا تقل الجهاز ممكن يخرف احيانا، يعني السكين تونز ممكن تسرح منه شويه، التثبيت ممكن يسرح منه شويتين، الوان الصوره عموما واضاءتها ما بيبقوش احسن حاجه. هو مش احسن جهاز يصور في الاضاءات ما تحت المتوسطه، ولكن طول ما الاضاءه كويسه فانت هتاخد منه صور ممتازه جدا جدا. ده غير بقى الفلاتر بتاعت هاسلبلاد اللي ممكن تطبقها على الصوره. ونفس الكلام بينطبق على الكاميرا التليفوتو. كاميرا التليفوتو طول ما انت في اضاءه كويسه هتديك صور لطيفه وبعد بؤري كويس، وبرضه لغايه اما بتدخل في الفيز او المرحله بتاعت اضاءه ما تحت المتوسطه بيبدا بيخرف خاصه. ودي حاجه غريبه جدا الجهاز ده بيعملها، مش فاهم ليه. لو بتصور بالوضع العادي الفوتو العادي وجبت الكاميرا ال2x اللي هي التليفوتو هتلاقي الاضاءه حتى لو انت في اضاءه ضعيفه الاضاءه لطيفه وانت شايف اللي قدامك مفيش اي مشاكل زي الصوره اللي قدامك دي. لما تقلب على البورتريه، المفروض ان هو البورتريه ده ما هو الا ميزه في السوفت وير بتنغمش الخلفيه ولكنه بيستخدم كل قدرات
الكاميرات التليفوتو. لما تقلب على البورتريه بنفس ال 2 اكس بنفس وضع الاضاءه، ما غيرتش اي حاجه اطلاقا، الصوره بتبقى غامقه جدا وما بيدخلهاش اضاءه وبتبدا تسيح كده وبتبقى زي الزفت. مش فاهم ده ليه. يعني في الحاله دي، في حاله الاضاءات الضعيفه، خد يا عم الصوره بالكاميرا وضع الفوتو العادي، بعد كده بروح انت اعمل بورتريه افكت على جوجل فوتوز ولا حاجه. ولكن دي حاجه استغربتها قوي بصراحه. ليه؟ طب ما انت بتستخدم نفس الكاميرا يا اسطى، ايه اللي حصل لك؟ مش فاهم. والكاميرا الالترا وايد انت عارف ان انا ما بستخدمهاش كتير بصراحه، كاميرا الترا وايد شغاله 50 ميجا بكسل. طبعا ال 50 ميجا بكسل دول سواء كان في الكاميرا الالترا وايد او الكاميرا الاساسيه تقدر تصور بيهم صور تبقى بريزولوشن اعلى من الوضع الطبيعي العادي بتاع الصور العاديه اللي هو بيبقى 12 ميجا بكسل. وتصوير الفيديو خلينا نشوف، اتفضل. وده تصوير فيديو 4K متحول ل 1080 30 فريم في الثانيه باستخدام الاوبو فايند اكس 5. يعني اجهزه اوبو والاجهزه الصينيه عامه مش من رواد تصوير الفيديو، على الرغم من ان اسلوب المعالجه المفروض يبقى يعني نوعا ما شغال، لان زي ما قلنا الخصائص اللي بيدعمها الجهاز في تصوير الفيديو او الفيتشرز والكودكس وما الى ذلك المفروض تؤهله انه يبقى بيصور فيديو بشكل كويس يعني. ولكن احنا عارفين ان الخانه دي ما بيلعبش فيها غير العملاقين ابل وسامسونج، وكمان سامسونج يا دوب بتنافس في ابل كده. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فهي كاميرا 32 ميجا بكسل فتحه عدسه f 2.4 وبتصور 1080 بي لغايه 30 فريم في الثانيه. الكاميرا الاماميه وحشه مش حلوه، ما حبيتهاش بصراحه. ما بحبش اسلوب معالجه السكين تون في اجهزه بي بي كي ولا شاومي ولا تقريبا الاجهزه الصينيه كلها، اللهم الا ممكن هواوي. الكاميرا الاماميه هنا مش ستيبل اطلاقا، لو ايدك اتهزت هزه قد كده بتبان في الصوره، ومحتاجه اضاءه قويه عشان تعرف تاخد منها صور يقال عنها ان هي صور قد تبدو لطيفه. ولو جينا نتكلم عن البطاريه فدي دايما عضله قويه عند اي جهاز صيني بصراحه يعني، لان البطاريه هنا 4800 ملي امبير اللي هو ستيل رقم كويس. واللي اكوس من كده بقى ان هي بتشحن 80 واط، ده رقم كويس جدا جدا بالمناسبه. وبتشحن 30 واط لاسلكيا، وبتشحن شحن لاسلكي عكسي 10 واط. فالجهاز ده نفترض ان هو يقعد معاك 3 ساعات سكرين اون تايم، وطبعا ما بيديش الرقم ده، انا هقول لك الرقم بعد شويه. لو بيقعد معاك 3 ساعات سكرين اون تايم فكله اصلا على بعضه كده بيشحن سكه في ساعه الا تلت، نص ساعه و5 دقايق. بجد انا بنبهر من قدرات الشحن اللي موجوده عند الاجهزه الصينيه اللي بالاسعار دي، في حين ان انت ممكن تبقى شايل S23 الترا او ايفون 15 برو ماكس او جوجل بيكسل 8 برو او كذا من الشركات اللي هي علية القوم يعني، وتلاقي اعلى سرعه شحن في الجهاز من الاجهزه دول هو 45 واط اللي موجود في الاس 23 الترا. طبعا الشركات بتتلكك بقى، بيقول لك عشان احافظ لك على البطاريه وانت معاك يا عم جهاز فلاج شيب والمفروض يقعد معاك فتره طويله. يا عم حط لي 100 واط وانا ابوظ البطاريه واغيرها، انت مالك؟ اديني الاوبشن. ولكن لا، الحمد لله الاوبو فايند اكس 5 بطاريته كويسه جدا جدا، هتقعد معاك في رينج من 6 ل 8 ساعات سكرين اون تايم على حسب استخدامك ايه. الجهاز معاه الشاحن في العلبه، الجهاز معاه او تي جي في العلبه، الجهاز معاه كفر في العلبه، الجهاز بيجي عليه سكرين بروتكتور وهو في العلبه. ما بقاش في علب اصلا دلوقتي بتيجي مع الاجهزه، وممكن يرمي لك الكابل في كيس بعد كده، في حين ان الجهاز ده انت مش هتحتاج تشتري له اي حاجه. مش جهاز يبقى ب 40,000 جنيه وتشتري له شاحن ب 1000 جنيه وتشتري سكرين بروتكتور ب 500 جنيه، تشتري كفر ب 500 جنيه كمان، ليله بيضه بصراحه. في حين ان الجهاز ده انت ما بتضطرش تدفع جنيه فوق الكام بقى، فوق ال 16500 جنيه. اول ما سمعت الرقم ده في جهاز زي ده جديد بالقدرات دي انا صعقت. انا كنت بكلم مين في الموبايل؟ بكلم ستور اسمه AS موبايل، وده مش سبونسرد ولا اي حاجه يعني، يا ريت يبقى سبونسرد في القريب. المحل ده انا بتعامل معاه بقالي فتره قليله كده، وبصراحه اسعارهم ممتازه جدا وبيوفروا اجهزه ممتازه جدا ونادره جدا، حتى المستعمل بتاعهم ممتاز جدا. ولكن ما علينا، انا كنت بسالهم على موبايل يكون في رينج من
15 ل 20 مستعمل. قال لي عندي كذا وكذا، فبقول لي صاحبي عندهم يا ابني كذا وكذا، لا مش عاجبينه. قال لي في يا فندم حاجات جديده بقى برضو كويسه جدا فانا فكرت اسلوب البيع بقى وبتاع. قال لي في اوبو فايند اكس 5 وفي مش عارف ايه تاني كده. فالاوبو فايند اكس 5 بيقول لي ب 16 ونص، فقلت اما ندخل نسيرش عنه كده. انا ما كنتش اعرف عنه كتير بصراحه، او ما كنتش اعرف عنه حاجه. ممكن اعرف عن البرو، انما الاكس 5 العادي ده ما كنتش اعرف اصلا ان في محلات بتبيعه في مصر. فدخلنا عملنا سيرش انا وصاحبي، شفنا نتائج الكاميرا ومش عارف ايه وبتاع. بقول له ده سناب دراجون 888 وما الى ذلك. قال لي تعال نروح نشوفه، وبالفعل قررنا ان احنا نشتري الاوبو فايند اكس 5. الجهاز ده بالسعر ده ما اعتقدش ان في حاجه زيه في الفئه دي من شركه من الشركات. يعني احنا بنتكلم في ايفون 11 مستعمل اغلى من الجهاز ده، بنتكلم في اكس اس ماكس تقريبا في نفس السعر او يرخص عنه 1000 ونص ولا حاجه. بنتكلم في اس 21 الترا العبقري اللي موجود معاه في نفس الفئه السعريه، ولكن اللي احنا كنا عايزينه يعني جهاز زي اللي كان معايا كان في رينج ال 18000، ولسه بقى هيشتري له شاحن الادابتر بتاع 700 جنيه كمان، واشتري له كفر وسكرين بروتكتور. فالموضوع كان ممكن يدخل معاه في 1000 ونص فوق ال 18، فده ما كانش في قدرته يعني. فلما لقينا الاكس 5 نفس المعالج بتاع الاس 21 الترا، بطاريه احسن، ممكن تكون كاميرات مش احسن يعني. طيب ايه عيوب الجهاز ده يا صدام؟ اكيد جهاز فيه عيوب يعني، زي ما قلت لك يا حبيب قلب صدام، الشاشه سطوعها مش اقوى حاجه في الكوكب، وهاكد عليك للمره الالف انك هتستخدمها عادي جدا مفيش مشكله، ولكنها مش اقوى حاجه. جهاز مش مقاوم للميه والغبار باي معيار من المعايير. كاميراته اسلوب معالجتها مش احسن حاجه، ولكن لو نزلت جوجل كاميرا ممكن تاخد حاجه كويسه جدا جدا من الكاميرات او الهاردوير اللي موجود في الجهاز ده. الهاردوير كويس، ولكن السوفت وير ما بيخليش المعالجه احسن حاجه بصراحه، ولكنها ستيل كاميرا كويسه جدا. ما دون ذلك فانا ما شفتش اي حاجه في الجهاز بصراحه. يعني جهاز استخدامات الشاشه الثانيه كمشاهده محتوى وما الى ذلك كويس جدا، صوته كمان كويس جدا. الاداء ده اصلا موجه للناس اللي عايزه اداء، يعني لو انت عايز اداء وبطاريه زي صاحبي ده ومش عايز اي حاجه ثانيه، فانت هتاخد الاداء والبطاريه بامتياز، بل ومعاك تصميم كويس وشاشه كويسه وكاميرات. لو نزلت لها سوفت وير تاني هتبقى تمام معاك. فانت معاك جهاز شبه متكامل في رينج ال 16 17 الف جنيه. في اجهزه من وان بلس في الفئه السعريه دي بتدي قيمه كويسه جدا، في اجهزه من ريلمي في الفئه السعريه دي بتدي قيمه كويسه جدا، ولكن في ناس هي عندها اوبو. طالما انا هشتري حاجه صيني فاوبو، حتى مش شاومي. فلو انت من النوع اللي عايز اوبو، فالجهاز ده في الفئه السعريه دي هيكون هو افضل جهاز بالنسبه لك. وبس كده يا عم، دي كانت مراجعتنا لجهاز من ضمن الاجهزه الغريبه اللي ما كنتش اعرف عنها حاجه. لو حابب نجيب اجهزه نادره تاني ونعمل عنها فيديوز وتبقى جديده مش مستعمله، ونخرج شويه من المنطقه اللي احنا معروفين بيها دي، ما تنساش تكتب لي في الكومنتس. كان معاك احمد صدوم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.